يا دكتور، لو رجع بيك الزمن لايام الكليه، ايه الحاجه اللي المفروض لو كنت عملتها وركزت فيها جامد قوي كانت هتفرق معاك 5 سنين شغل عليها؟ مم. طيب بص، هو يعني السؤال برضو ايه يعني اجابته مش عارف افسره لك ازاي، بس هي الفكره. الشغل العملي، الشغل، شغل الايد. احنا شغلتنا صنعه الايد. هي مش موضوع لو ركزت، وانت كده كده انت لو ركزت السنين دي كلها وبتشتغل فالمفروض بتكتسب خبرات، بتعرف حاجات كتير. بس في ناس بتهتم بالنظري جامد قوي قوي قوي، وده مهم، وده بندرسه في فتره الكليه جامد قوي. اهم من النظري بقى، يعني طالما انت البيزكس عندك او النظري موجود بزياده، الشغل العملي، الحياه العمليه، حياه العيادات، حياه المعاملات، التعامل مع المريض، ازاي بتكنترول الدنيا معاه، ازاي معاملات مثلا انسانيه، معاملات ماديه، معاملات في شغل الاسنان، ازاي بتشوف حالات اكتر. فالشغل بالنسبه لي او الاسنان بالنسبه لي هي صنعه ايد، هي حرفه، حرفه جنب دراسه فنيه، يعني جنب الفن. هو حتى تعريف طب الاسنان هو ما بيجمع ما بين العلم والفن. انت بقى عندك العلم نفسه والفن اللي بتصلح بيه المريض والجزء التجميلي بتاع اسنانه. بس انا بالنسبه لي هي عمليه بحته، شغل، شغل تشتغل كتير بس وانت فاهم. طب انت عشان تفهم لازم يكون عندك البيزكس او الاساسيات. تمام، الاساسيات دي بتكتسبها من الكليه، من القرايه، من الاطلاع. بس انا وجهه نظري الشخصيه انا كعمر، كان الشغل العملي بالنسبه لي هو اللي بيفهمني النظري. يعني انا مثلا انا ماجستير جراحه، انا بالنسبه لي كنت في سنه ثالثه جايب الدرجه النهائيه في الجراحه، لان انا مثلا في درس العقل المدفون كنت مجاوب نظري كويس قوي. بس وانا في سنه ثالثه ما كنتش فاهم بيتعمل ازاي. اسالني نظري اجاوبك حافظ صم انا مش فاهمه. بس اول مره اشتغلته بقى او شفت حد اشتغل قدامي كنت انا في 2006 او 2007 تقريبا. حد اشتغل قدامي حاله وعجبتني جدا، فبدات افهم هو بيعمل ايه. المره اللي بعدها بدا يخليني اعمل خطوه بسيطه. بعد كده لما عملت الخطوه البسيطه ده رحت راجع للكتب تاني بدات اقرا. فلما قريت بقيت فاهم لان شفت بايدي انا بعمل ايه. فانا بالنسبه لي من وجهه نظري الشغل العملي ثم الشغل العملي ثم الشغل العملي. لو رجع بيا الزمن وكانت عندي فرصه شغل عملي اكتر كنت قتلت نفسي اكتر في الكليه في شغل العمل. بس انا يعني لو رجع بيا الزمن مش هعمل اكتر ما كنت عملت. انا اشتغلت من 2006، فكان بالنسبه لي العمل كتير. في الاجازه بنزل عياده، في الاجازه بنزل مستشفى حكومي اتدرب اتفرج. فالشغل العملي ده اللي كان بيخليني ارجع للنظري افهم منه. فكنصيحتي مثلا او كفكر، العملي رقم واحد، شغل العملي بس وانت فاهم. انت شفت حاجه بعينك وتيجي ترجع تقراها هتفيدك اكتر من انك تحفظها الاول بعد كده تيجي تطبقها.